السلام الله وبركاته. معكم فيصل عنيزي اللي يجيكم شرح كيف تشتري من تطبيق المطار بالتقسيط بدون أي فوائد عن طريق خدمة تمارا. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. اللهم أنك لازم تنشئ حساب في تمارا، وكل هذه الشروحات أو كل هذه الطرق أو الأشياء اللي تحتاجها لازم تعرفها كلها بإذن الله راح أشرحها في التطبيق. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة وما راح تاخذ معك وقت. بس أهم شيء زي ما ذكرت لازم يكون عندك حساب في تمارا، وراح أشرحها بإذن الله. ثاني شيء شرح جدا بسيط لخدمة تمارا اللي ما يعرفها، فقط للتوضيح. خدمة تمارا هي تسمح لك أن تقسط أي مبلغ تبغاه، حجز فندق أو رحلة طيران بالتقسيط بدون أي رسوم. سعر الخدمة مثلا 1000 ريال، راح تدفع 1000 ريال بالضبط، ما راح ياخذون منك أي رسوم، وحتى ما في رسوم على التأخير. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. مثلا تبي تحجز شيء بقيمة 1000 ريال، راح يقسمون لك على 4 شهور. الشهر الأول 250، الشهر الثاني 250، الشهر الثالث 250، الشهر الرابع 250، وخلاص كذا تاخذ الخدمة من تمارا. يعني هي 4 أشهر، وطبعا تدفع كل هذه المبالغ عن طريق تطبيق تمارا. بإذن الله راح أشرح جميع التفاصيل. أتمنى بس إنك تتابع الفيديو من أول ثاني لآخر ثاني عشان تستفيد. يلا خليكم مع الشرح. طريقة التسجيل في تمارا والشروط حقته باختصار. الشروط جدا سهلة ومرة بسيطة: أن يكون عمرك فوق 18 سنة، أن تكون عندك هوية وطنية وحساب أبشر لأنك تحتاج توثق حسابك، وكذلك يكون عندك حساب بنكي أو بطاقة بنكية عشان تدفع الأقساط حقتك وزي كذا. الشروط هذه بكل بساطة جدا سهلة الشروط ويسرى، وما يشرط انك تكون موظف يعني عشان تاخذ قسط منهم. اوكي. غير كذا طريقة التسجيل جدا سهلة ومرة بسيطة في خدمة تمارا. المطلوب منك بس انك تحمل التطبيق، تطبيق تمارا. بعد ما تقوم بعملية التحميل بس تضيف رقمك، رقم الجوال حقك، وخلاص كذا سجلت في خدمة تمارا. يعني بكل بساطة طريقة التسجيل جدا جدا سهلة ومرة بسيطة. بس للأسف ما يعطونك مبلغ عن التسجيل، يعني هدية انك سجلت في التطبيق زي كذا، عكس خدمة تابي تعطيك 25 ريال عند التسجيل. وراح تلقون بإذن الله في الوصف شرح خدمة تابي وكيف تاخذ ال 25 ريال الهدية عند التسجيل. غير كذا لازم توثق حسابك بالهوية الوطنية مثل ما ذكرت. انا اعذروني حسابي فعلته كل شيء وثقته، للاسف ما يمديني اشرح هذه الخطوة. الخطوة جدا سهلة ومرة بسيطة. تخش على حسابك زي ما تشوفون الان انا خش على تطبيق تمارا، تروح لاخر شيء الخيار اللي صار من فوق توثق، تضغط عليه وراح يطلب منك توثيق حسابك. زي ما تشوفون انا حسابي مكتوب انه موثق. انت بس تجي وتوثق حسابك، راح يطلب منك رقم الهوية وتاريخ الميلاد وفقط يعني، ثم تروح للنفاذ وتوثق حسابك بطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. وإذا تبون تعرفون الشرح كيف توثيق الحساب بالهوية، ترى شرحته في تابي الشرح حقه، وثقت حسابي بالهوية وعن طريق نفاذ وكل شيء وضحته. إذا أنت حاب تعرف الطريقة ذي تابع شرحي حق تابي عشان تستفيد من هذه النقطة. شرح تطبيق تمارا تطبيق جدا سهل ومرة بسيط، تقدر يعني تعرفه بدون شرح، بس أنا أشرح احتياطا للي ما يعرف التطبيق. زي ما تشوفون الخيار اللي تحت تسوق، زي ما تشوفون هذه القائمة الرئيسية للتطبيق. هنا راح تلقى المتاجر اللي فيها خدمة تمارا، وغير كذا تطلع لك هنا بعض الأحيان منتجات وخصومات لبعض المتاجر اللي طبعا اللي تدعم خدمة تمارا. زي ما تشوفون بعدها عروض، الخيار اللي تحت زي ما تشوفون هذه كل المتاجر اللي فيه موجودة الآن عروض. أوكي. تقدر من فوق تختار الفئة، الجمال، الإلكترونيات، الملابس، المنازل، المطابخ، وهكذا يعني تختار. كيف تستفيد من العروض ذا؟ مثلا راح نشرح على نون، نضغط عليه راح يعطيك كود خصم. الكود الخصم هذا إذا استخدمته راح يخصم لك 10% من نون. زي ما تشوفون في شروط تحت للكود، وزي كذا على كل متجر موجود هنا موجود له بيانات. يعني مثلا نمشي زي ما تشوفون، أو شروط عفوا، زي ما تشوفون زي كذا لازم تقراهم هم عشان تعرف كيف تستفيد من هذا الخصم. وحتى بعض الأحيان يحطون عروض كاشباك، يعني إذا استخدمت هذا الكود مثلا يرجع لك في محفظتك في تمارا، تقدر تستخدمه في سداد القسط وكذا. طبعا إذا شريت عن طريق تمارا يعني من خدمة تمارا. أوكي. مو كل المتاجر ولازم يحطوا لك العرض هذا. أوكي. إذا طلعك هذا العرض تقدر تستفيد من هذه الخدمة. المشتريات من هذا الخيار تقدر تدفع أو تسدد قيمة الأقساط حقتك. أي قسط تاخذه راح يجيك هنا عند الدفعات زي ما تشوفون. بعدها هنا الطلبات، هذه الطلبات زي ما تشوفون اللي طلبتها من خدمة تمارا، وهنا يكتب لك مثلا مدفوعة، خلاص أنا سددتها.
زي ما تشوفون استخدمت مكتبة جرير ومتاجر ثانية. اوكي، من هذا الخيار زي ما ذكرت لكم تجيكم الدفعات من فوق، عاد تجي تضغط على الدفعات وتسدد ابل باي، بتضيف بطاقتك. يعني الموضوع جدا سهل ومرة بسيط. بعد زي ما تشوفون الخيار الاخير اللي هذا المزيد، زي ما ذكرنا قبل من فوق اللي عند علامة القلم عشان توثق هويتك. بعدين هنا محفظتك، اذا كان عندك مثلا مبلغ مسترجع زي كذا يجي هنا في المحفظة. وبعدها البطاقات المحفوظة، هنا البطاقات حقتك مثلا اذا بغيت تحذف بطاقة وزي كذا، بطاقتك المضافة مثلا في تمارا تقدر تحذفها بشكل مباشر. والخيار اللي بعده الحساب المصرفي، اذا كان عندك مبلغ مسترد زي ما ذكرت يكون في المحفظة، اذا انت تبغى تسحب هذا المبلغ تضيف فقط حسابك البنكي وراح تجيك الحوالة على هذا الحساب حقك. وبس. يعني هذه شرح جدا بسيط للتطبيق والاعدادات. التطبيق جدا سهل يعني ما يحتاج شرح يعني. والحين ننتقل الى التطبيق اللي راح نستخدم فيه خدمة تمارا. وزي ما تشوفون بعد ما فعلنا حسابنا في تمارا وضبطنا كل الشروط وكل البيانات كتبناها فيه، الحين نشرح تطبيق المسافر كيف تحجز منه. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. زي ما تشوفون تختار أي منتج تبغى تشتريه من تطبيق المطار يعني، أو تحجز حرفيا تختار الفندق أو الطيران أو الشقق، أي شيء تبغاه. احنا راح نشرح الفنادق. زي ما تشوفون أول شيء هنا المنطقة، تحدد أي مدينة تحجز منها. مثلا أنا راح أكتب الرياض. زي ما تشوفون نكتب الرياض، هنا راح يحدد لي وين تبغى وسط الرياض أو زي كذا. نحدد أي شيء، هذا فقط للشرح. وهنا تكتب التاريخ اللي تبغاه، كم تبي تجلس يوم، مثلا من يوم 25 لين يوم 30. زي ما تشوفون نضغط 5 ليالي خلاص. بعدين هنا تكتب عدد النزل او عدد الناس اللي بيحجزون، كم غرفة مثلا، عدد النزلاء كم شخص بيحجز، تعبيها انت. يعني طريقة جدا سهلة، يعني المفروض انك تعرف تطبيق المطار لانه جدا سهل. يعني هنا زي ما تشوفون طلع لي الاجمالي حق الحجز. زي ما تشوفون الاول 8000 ريال، بس هذا ما اتوقع انه راح يقبله تمارا. زي ما تشوفون نجي ننزل، نجي عند الخرائط، زي ما تشوفون نضغط عليه، يعني يكتب لك قيمة الحجز يعني، واي منطقة تبي تحجزها في الرياض كاتب لك سعر الاجمالي حقة الليالي. مثلا احنا نبغى اي شيء نبغى رخيص بس عشان يقبل معنا تمارا، لان غالبا الحد حق تمارا هو تقريبا 5000 ريال. راح نحجز هذا الفندق. زي ما تشوفون راح يطلع لك هنا الغرفة المتوفرة اللي راح تحجزها ان شاء الله. زي ما تشوفون هذا الغرفة، زي ما تشوفون موجود تابع وتمارا، بس احنا اليوم عن شرح عن طريق تمارا. نضغط تخصيص الغرفة، هنا تعبي البيانات، تبغى مع افطار او بدون، غدا وعشاء وزي كذا. نختار اول شيء نضغط المتابعة. زي ما تشوفون بس التطبيق شوي ثقيل يطول معاك. هنا تجي تنزل وتعبي بياناتك، اسمك الاول، اسم الاخير، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد. ثم تضغط استكمال الحجز. اذا كنت تحجز عن شخص اخر تضغط هنا انك تبي تحجز عن شخص اخر. زي ما تشوفون خلنا نلغيها. الحين نكتب بياناتي على السريع. ما تشوفون بعد ما تعبي البيانات كاملة تضغط استكمال الحجز، ويطول معك شوي صراحة للأمانة، تنتظر شوي. زي ما تشوفون فتح معنا القائمة ذي، طالب منا ندفع بالباي. ما لا تدفع بالباي. زي ما تشوفون ننزل تحت شوي. وصح قبل أنسى، هذه إضافات إذا بغيت تضيفها. الضمان الذهبي إذا بغيت تضيفه زي كذا، بس على رسوم طبعا. اوكي اقراها انت، يعني تفاصيل اضافيه. اوكي نجي تحت زي ما تشوفون في خدمه تمارا، نضغط عليها نحددها. اتمام حجزك نضغط عليها. الحين راح ينقلنا الى صفحه تمارا للدفع. اوكي حدث خطا. زي ما تشوفون خلينا نحاول مره ثانيه. التطبيق حقهم مره ثقيل للامانه، بس اذا ضغطت هذا تمارا معلق عندي مدري ايش فيه من اليوم احاول فيه. تطبيق شوي معلق، بس اذا ضبط معك ان شاء الله على خير. او ادخل من الموقع اذا ما ضبط. بس يوم تخش على الموقع او التطبيق نفس الاجراء، تختار تمارا ثم تضغط المتابعة. بعدين راح يطلب يرسل لك على رقمك رسالة نصية، تكتب رسالة نصية ثم راح ينقل لك الى صفحة الدفع. راح يقسم لك اي مبلغ للحجز على 4 دفعات، كانت رحلة الطيران الفندق كلها على 4 دفعات. وخلاص تضغط اتمام الدفع وتدفع بالباي او اي بطاقة بنكية عندك، مثلا بطاقة 8 او شيء تقدر تدفع فيها. وبس نهاية المقطع. اتمنى ما تنسون اللايك واشتراك بالقناة، ويلا مع السلامة.